السلام عليكم، كي درتو بخير؟ نتمنى هذا الفيديو هذا يلقاكم على خير. مع هذا الصهد هذا كيصلح غير شي حاجه اللي هي بارده واللي غادي نوجدو في الدار بمقادير بسيطه وبطريقه سهله ان شاء الله واقتصادي وعائلي. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو هذا، وما تنساونيش من لايك والتعاليق الزوينه ديالكم، والناس اللي عاد دخلوا يتابوناو باش يوصلهم كل ما هو جديد. كيف ما شفتوا معايا كلاص اللي كيجي رائع لا في المنظر وحتى في المذاق غادي يعجبكم بزاف. واذا ما نطولش عليكم ندوزوا المقادير وطريقه ديال التحضير في نفس الوقت. اذا بالنسبه للمقادير عندنا 3 ديال الخوخات اللي كناخذوهم كنغسلوهم مزيان وكنوضعوهم في الكونجيلاتور، يعني كنجمدوهم اولا كنقطعوهم طريفات ونوضعوهم في شي بلاستيك ونديروهم في المجمد. صافي انا يعني جمدتهم هكا، غير غسلتهم ودخلتهم المجمد. صافي من بعد جبدتهم وقطعتهم على هذا الشكل هذا. صافي وغادي ناخذوا الهاشوار، يعني ما غنحتاجوا لا آلة ديال الكلاص لا حتى شي حاجه اللي صعيبه، كل شيء ساهل وكيوجد دغيا خفا زربا كيف ما كنقول لكم دائما. اذا كيف ما شفتوا كنقطع هكا الشكل، يعني الخوخ كنخليه بالقشره ديالو ما كنقيه ما والو. صافي كنحيدو غير داك العظم بطبيعه الحال وكنقطعو نديرو كل شيء في الهاشوار. ومن بعد كنضيفو لاموس ديال الفاني. ممكن ديروا كريم شانتيه ماشي مشكل، يعني لكم الاختيار. صافي كنديروا الساشي هكا وكنوضعوا كاس ديال الحليب تقريبا بالعبار ديال الكاس ديال العنبه وكنطحنوا الكل هكا جيدا على هذا الشكل هذا حتى كينسجم لينا الخليط. ومن بعد كنضيفوا 2 ديال الياغورت اللي كتكون كريمي، من الاحسن يكون كريمي ويكون ديال الفاني اولا مسوس اللي بغيتو. صافي وكنخلطوا الكل جيدا. وهنا صافي الكلاص ديالنا يعني وجد كيف ما شفتوا دغيا، ما كاينش شي حاجه اللي صعيبه لا في المقادير ولا في الطريقه. صافي هنا كناخذوا واحد البواطه ديال البلاستيك اللي كتكون يعني اليمونطير، كتكون مزيانه محكمه الاغلاق. كنوضعوا فيها الكلاص ديالنا وكنسدوها مزيان وكنوضعوها في الكونجيلاتور حتى كتجمد تقريبا واحد 4 سوايع هكاك ولا 5 على حسب. ومن بعد كنجبدو وكنوضعوها هكا في لي فيغين. وكنقدموه لوليداتنا ولعائلاتنا في هذا الصهد هذا. كنتمنى يعجبكم هذا الكلاص وتجربوه وتردوا عليا الخبر. اذا كنزينو بالنسبه للتزيين اختياري، زينت هكا بالصوص ديال الشكلاط وشويه ديال اللوز مهرمش كيف ما شفتوا. كيجي رائع وزوين. كنتمنى يعجبكم بالصحه والراحه، والى فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.